يا جماعة أهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن فيلم كريستيان بيل الجديد، بس مش جديد قوي لأنه نازل بقاله أسبوع تقريبا 10 أيام. ده بيل بلو آي. Dark side. Say my name. يا جماعة أهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن فيلم كريستيان بيل الجديد، بس مش جديد قوي لأنه نازل بقاله أسبوع تقريبا 10 أيام. ده بيل بلو آي. فيلم بيل بلو آي هو مش أول فيلم كريستيان بيل يقدمه السنة دي، لأنه قدم أمستردام من كام شهر اللي فشل ذريع سواء على المستوى النقدي أو على المستوى الجماهيري. فنقدر نقول ان ذا بيل بلو اي ممكن نعتبره هو الفيلم الوحيد لكريستيان بيل السنه دي. الفيلم بيحكي عن قصه لاندور المحقق البوليسي اللي بيتم استدعائه في احدى الاماكن في الفتره الزمنيه اللي الاحداث بتدور فيها، اللي هي 1830 تقريبا، علشان خاطر يحل لغز مقتل وتمثيل بجثه لاحد طلاب صفوف واحده من المدارس العسكريه في امريكا، واللي طبعا مفيش صبر على النوعيه دي من الجرائم لانها بتمس سمعه المدرسه نفسها، وكمان تفاصيلها كان فيها جزء من الوحشيه. عشان يقابل لاندور اثناء فتره التحقيق ادجار ألان بو اللي بيقوم بدور الممثل هاري ميلينج وبيشترك معاه في عمليه التحقيق. هي دي قصه الفيلم ببساطه، وهو فعلا واحد من الافلام البسيطه اللي انت تقدر تفهم كل حاجه فيها بسهوله وتبقى جاهز ان انت تستمتع بالقصه وبالامور بقى اللي فيها الغاز والحوارات البوليسيه والمطاردات الخفيفه والكلام ده. وهي دي الميزه الاساسيه في الفيلم، بجانب كونه فيلم متاح للمشاهده المنزليه لانه توزيع نتفليكس في الاساس. والفيلم بجو العام كده في الاول هو بيحسسك بقد ايه هو فيلم راقي، فيلم معمول في فتره زمنيه فيها رقي وتحضر في الطبقات المجتمعيه عموما، وكمان الجو العام بتاعه، الالوان، الامور دي كلها، نوعيه الحوار اللي بيتم ذكرها، وجود شخصيه زي ادجار ألان بو. ادجار ألان بو هو واحد من اهم الشعراء في تاريخ امريكا، وكان بيكتب مسرحيات، وهو يعتبر اللي اسس النوعيه دي اصلا من الدراما اللي انت بتتفرج عليها في الفيلم ده، اللي هي الدراما البوليسيه المبنيه على التحقيق في جرائم والكلام ده. ادجار ألان بو هو اللي اسسها في رواياته في الاساس. فلما يبقى ادجار ألان بو اصلا شخصيه موجوده في قلب الفيلم، دي حاجه جميله وحاجه تدي للفيلم جاذبيه وفرصه ان هو يكون فيلم حلو قوي. وبالمناسبه ده مش اول فيلم عموما يحط شخصيه ادجار ألان بو فيه، يعني في افلام قبل كده برضو حطت الشخصيه في قلب الاحداث. وبالمناسبه الفيلم بتاعنا هو مش فيلم مبني على سيناريو اصلي، هو سيناريو مقتبس من روايه لشخص تاني انا مش عارفه يعني زمان. نيجي بقى للفيلم نفسه. الفيلم الاستراكشر بتاعه عموما هو استراكشر شبيه بافلام كتير، لان زي ما قلت هو سيمبل في النوعيه بتاعته، فهتلاقي مثلا في مشابهات على مستوى الاستراكشر مش على مستوى الاحداث بفيلم مثلا زي شاتر ايلاند. فالفيلم بتاعنا بيبدا بدايه حلوه وجذابه وواعده جدا، وبيكمل دوت على مدار السيكونس الاولاني كله. لو اعتبرنا الفيلم بتاعنا متقسم لثلاث اجزاء او ثلاثه سيكونسز، يعني اللي هي البدايه والوسط والنهايه والنص، ده هو بيبقى غالبا الزمن الاطول في الفيلم. فالسيكونس الاولاني انا ما اقدرش اقول ان كان فيه اي عيب، بل بالعكس هو ورانا العالم بتاعنا، ورانا الشخصيات الاساسيه بتاعتنا، وعرفك بكتير من تفاصيل الحدوته بتاعتنا، ووراك الحاجات اللي فيها غموض اللي انت عارف وانت بتتفرج ان الحاجات دي احنا لسه هنرجع لها تاني قدام. ودي نقطه عموما مهمه في كل الافلام اللي بيبقى فيها نوع من انواع الذكاء او الالغاز، وده كان باين اكتر في الشخصيات، لان اغلب الشخصيات بتاعتنا كنت دايما، خصوصا شخصيه كريستيان بيل البطل، انت حاسس ان هو في جانب غامض، هو انت لسه ما وراكش كل حاجه عنه، كل حاجه عن رياكشناته وعن حياته. ودي حاجه تخليك برضو متحمس اكتر ان انت تشوف ايه اللي ممكن يحصل قدام. نيجي بقى للسيكونس الثاني اللي هو الجزء اللي في النص، وهو ده ممكن يكون اكتر سيكونس انا عندي معاه شويه مشاكل، لان الفيلم في السيكونس ده هو بيقدم قرابين كتيره قوي، يعني او بمعنى اصح يعني هو كانه بياخد قرض مثلا منك انت كمشاهد وقت كتير في مقابل حاجه هو المفروض يقدمها لك في الاخر. وهقول سريعا على الحاجات اللي هو القروض او القرابين اللي هو قدمها دي، وانت كمشاهد المفروض ان انت تتقبلها وتفضل مكمل معاها لحد ما نوصل لنهايه الفيلم. اول حاجه بالنسبه لي هي الغوص الشديد في علم الماورائيات اللي بدون اي حرق بيتقدم بشكل مباشر في الفيلم بتاعنا، هو بيبقى اكتر تواجد ليه في السيكونس ده. وده فكرني شويه بفيلم ذا برستيج اللي بالصدفه برضه من بطوله كريستيان بيل. وفيلم ذا برستيج العكس تماما. فيلم ذا برستيج هو كان اساسا فيلم قايم على السحر والخداع والامور الغيبيه شويه دي ومش عارف ايه، علشان كريستوفر نولان وقتها يقرر ان انا هروح لجزء العلم واحشره في قلب الفيلم، وادخل الصراع بتاع اديسون وتسلا في النص بلا اي سبب، واحاول اطلع الامور دي اسباب علميه وبتاع الكلام ده كله. وده سبب اللي مخليني ما بحبش فيلم ذا برستيج عموما يعني. ولكن الفيلم ده بقى بتاعنا العكس، هو فيلم مبني على جريمه وعلى لغز وعلى امور المفروض تكون
فيها شويه علم وفيها شويه ذكاء ومش عارف ايه، فبيقرر ان هو يروح لعلم الماورائيات. ولكن بصراحه عشان اكون منصف انا ما اقدرش اساوي ما بين الفيلمين ببعض، لان ده برستيج هو اللي انا اقدر اقول عليه ان هو غصف الموضوع بشكل سيء وبشكل سلبي. ولكن في ذا بيل بلو اي عالم الماورائيات ده لما رحنا له ما اقدرش اقول ان احنا قعدنا فيه بنفس الدرجه من الوقت وبنفس الدرجه من الملل وبنفس الدرجه من الاقحام جوه القصه، لان احنا استعمال ده في قصتنا في الفيلم بتاعنا هي ليها هدف، وليها هدف بيبان اهميته في اخر الفيلم. القربان الثاني او القرض الثاني هو تسليمك لشخصيات كتيره ثانويه في الفيلم مش اساسيه. ابعاد كريستيان بيل بشكل مش كامل طبعا ومش بعيد قوي، ولكن هو ما عادش المحرك الاساسي للاحداث او اكتر شخص انت مركز معاه في السيكونس ده، على قد ما هو كانت فتره تقديم لشخصيات تانية وفتره انطلاق لممثلين تانيين. المشكله بقى ان الشخصيات دي بالنسبه لي انا كمشاهد هي ما كانتش جذابه باي شكل من الاشكال. مش كلها علشان خاطر التمثيل وحش، اغلبهم علشان خاطر التمثيل بصراحه ما فيهوش شيء يشدك او ما فيهوش شيء جذاب. ولكن في شخصيه او اتنين تحديدا هو مشكلتهم الاساسيه ان الشخصيات دي ما تقدم لهاش باك ستوري في الفيلم او ما تعمل لهاش باك ستوري كويس. فبالتالي الممثل ما كانش عنده القدره قوي ان هو يقدم لك حاجات هي اوريدي مش معاها عن الشخصيه، وهم مش ممثلين برضو اسماء كبيره يعني علشان خاطر يقدروا يعملوا ده بشكل كويس ويجذبوك خلال الفتره دي. كمان كان بطل السيكونس ده الاساسي هو هاري ميلينج او شخصيه ادجار ألان بو بتاعتنا، وهو حرفيا لو كان ممثل وحش او لو كان شخصيه مش جذابه الفيلم كان هينهار في السيكونس ده، وما كانش المشاهد هيبقى معاه اي حاجه تخليه يكمل ان هو يتفرج على الفيلم بسببها، لان بقى هو المحرك الاساسي في الاحداث خلال الفتره دي. وهاري ميلينج عموما بما ان كل الناس اتكلمت عن ادائه ودوره في الفيلم، هو ممثل اصلا انا من زمان بشوفه موهوب. يعني انا اول مره شفته وهو كبير لانه هو ممثل وهو صغير في هاري بوتر، كان في فيلم ذا ديفل اول ذا تايم. حتى انا لما عملت الفيديو بتاع احسن 10 افلام في 2020 واتكلمت عن ذا ديفل اول ذا تايم كنت مديله رانك في ال10 افلام، كنت بقول دايما ان احلى حاجه فيه هي الاداءات التمثيليه في الفيلم كتوتم، وهاري ميلينج كان واحد من الادوار دي، ولكن طبعا كان دوره وقتها صغير عن دوره في فيلم ذا بيل بلو اي. ممكن خلال السيكونس ده انت تحس بملل من الشخصيه بتاعته، ولكن مش عشان هو ممثلها وحش، ولكن علشان هي دي طبيعه شخصيه واحد زي ادجار ألان بو. انت مش مستني تشوفه بيزعق مثلا او بيضرب حد او بيعمل، لا انت مستني تشوف واحد بيقول شعر، واحد بيتكلم باسلوب منمق جدا، ومع ذلك هو محافظ على كل سماته الشخصيه وعلى كل انفعالاته النفسيه، وبيكمل معاك في الاحداث بتاعه الفيلم نفسها بشكل هو منخرط فيه بشكل جميل جدا لحد ما بنوصل للنهايه. النقطه الثالثه بتاعتنا وهي الحاجه الاساسيه بقى اللي ممكن تكون فيها مشكله نوعا ما، هو ان احنا بنبعد عن القضيه بتاعتنا خلال السيكونس ده. احنا بقينا بنروح للقضيه او نفتكر ان في قضيه وفي ادله وفي حاجات احنا محتاجين نجمعها كل مثلا 10 دقائق مشهد مثلا، ودي مشكله. ولكن انا اقدر اقول ان الفيلم كان متعمد ده الى نوعا ما علشان خاطر سياق القصه لحد النهايه بدون ما احرق برضو، كان بيسمح بده وكان متطلب ده في بعض الأوقات. ولكن زي ما قلت كل دي قرابين مش كل الناس هتقدر تتفهمها، ولكن في نفس الوقت هي ما كانتش زيادة عن اللزوم وزمانها حتى ما كانش طويل. يعني انت السيكونس ده احنا بنتكلمش ان هو زمنه طويل قوي عكس افلام تانية، لان الفيلم اصلا كله على بعضه 2 و10 دقايق والنهايه كمان طويله. النهايه بتبدا من اخر ساعه الا ربع في الفيلم تقريبا. علشان نروح بقى للنهايه بتاعتنا واللي المفروض انت كمشاهد بتحصل على كل اللي انت وعدت بيه وعلى كل الوقت اللي انت ضيعته واستحملت فيه بعض من الملل او بعض من الاحداث اللي غير مهمه قوي علشان خاطر تشوفه. واللي اقدر اقوله ان النهايه كانت على قدر الحدث. بصراحه النهايه عجبتني، مش كلها وبرضه عشان بدون حرق. يعني هو انت النهايه عندك فيها اصلا كذا نهايه، ودي حاجه حلوه، لان لو كانت في طبقه منهم ناقصه او مش موجوده انا كنت هتضايق. وفي النهايه دي انت بتبدا تشوف اداء ادجار ألان بو او اداء هاري ميلينج يعني المختلف اللي انت كنت مستنيه من اول الفيلم. وكمان كريستيان بيل هو يعني ما اعتقدش ان انا محتاج ان انا اتكلم عن كريستيان بيل كممثل. انا بيتهيألي انا في حياتي عموما لو في الفترة لحد ما أنا عايش دلوقتي جيت مثلا قررت إن أنا أتكلم عن أكتر 10 ممثلين أنا شفتهم كتير وبحبهم وهما بالنسبة لي أحسن 10 ممثلين كرأي شخصي، يعني كريستيان بيل بكل تأكيد هيكون واحد منهم. فأنا أكيد مش محتاج أتكلم عن إن كريستيان بيل حتى والفيلم اللي هو بيعمله لو فرضا وحش زي أمستردام مثلا هو بيبقى دايما أداؤه مميز في قلب الفيلم اللي هو موجود فيه. فده مفيش أي شك ولا جدال عليه. وتحديدا في مشهد بقى في الآخر خالص كده، مشهد ندم كده صغير في النهاية، اداء كريستيان بيل فيه فكرني باداء روبرت دينيرو في احد المشاهد في فيلم ذا ايرشمان في الاخر برضو.
فكان عبقري في المشهد ده. الفيلم كمان من اخراج سكوت كوبر اللي مش اول مره يشتغل مع كريستيان بيل، كان سبق وعمل سوا قبل كده فيلم ذا هوستايلز، وهو فيلم كويس. انا حاطط ذا هوستايلز هنا اصلا فوق على البوستر ده، بس تقريبا الكاميرا مش جايبه. انا اصلا عايز في حلقه من الحلقات ابقى اصور البوستر وكل الحاجات اللي محطوطه فيه واتكلم عن كل حاجه موجوده فيه والله، فممكن ابقى اعمل دي حلقه قدام ان شاء الله. فهو مخرج عموما شاطر في ان هو ينقل لك صوره حلوه، لان دايما افلامه بتبقى صورتها حلوه وبتنقل غالبا عالم في حقبه زمنيه بعيده عننا شويه، وده برضو اللي كان موجود في ذا هوستايلز، وكان بيناقش قضيه فعلا جذابه وقتها. انصح اي حد ما شافوش يروح يتفرج عليه، فيلم حلو قوي، وطول كريستيان بيل برضو فيه اكشن حلو، وكمان الممثلين بتوعه دايما بيقدموا اداء كويس. ففيلم اوفرول جميل، انا عجبني على المستوى الشخصي، ونازل في وقت برضه ما فيهوش افلام كتير، فهو وجبه كويسه في وقت فراغ اي حد في الفتره اللي احنا فيها دي. وبس ده كان كل اللي عندنا في فيلم النهارده. مش حابب نتكلم عنه بحرق، لان مفيش حاجه انا شايفها تستاهل الحرق قوي في الفيلم. انا تقريبا قلت كل حاجه بدون حرق. ما تنسوش تدخلوا على الشانل لو الفيديو ده عجبكم، تشوفوا الفيديوهات القديمه بتاعتنا، وتسيب كومنت لو انت حابب نتكلم عن موضوع معين او عن فيلم معين، او عن ممكن نعمل مثلا قائمه احسن 10 ايه مثلا انت نفسك تشوفها. وبس كان معكم حسين اشرف. تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.